ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول محاضرة من محاضرات كوميونيتي صحبة مقام العافية. النهاردة هنتكلم عن قيمة مهمة جدا وهي الحضور. طب تعالوا كده ندردش الأول مع بعض. كام مرة حصل إننا كنا مروحين من مشوار متعودين عليه وفي طريق حافظين ومتعودين عليه جدا، ولقينا نفسنا هوب مرة واحدة بنفتح باب البيت. طب ايه اللي حصل في الطريق؟ راح فين الطريق والمواصلات؟ راحت فين كل تفاصيل الطريق؟ او كنا بنصلي وبدأنا في الفرض الله اكبر ولقينا نفسنا مرة واحدة بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلينا كم ركعة؟ قرينا ايه في الصلوات والقيام بتاعها؟ هل دعينا ولا ما دعيناش؟ الصلاة كلها راحت مننا. طيب ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ان الحركة دي كتير قوي بتحصل معانا كمان في قراراتنا اليومية وفي بناء عاداتنا وفي نظام اكلنا، ان احنا بنتحط على حاجة اسمها الاوتو بايلوت. النهاردة هتكلم معاكم وهدمج معاكم علوم من ديننا الاسلامي الحنيف والقرآن الكريم والسنة والسلف، وعلوم البرمجة اللغوية العصبية ال NLP، وهناخد كمان ال CBT وعلوم التغذية العلاجية. كل ده ليه؟ علشان نجاوب على سؤال واحد معقد، مشكلة عدم الاستمرارية اللي كتير مننا بيعاني فيها النهاردة في ان احنا نبني اي عادة جديدة. والسر كله ده طالع متلخص في كلمة واحدة وهي الحضور. ظاهرة الاوتو بايلوت او الطيار الآلي دي هي التفسير البيولوجي والنفسي الوحيد اللي في ديننا بنسميه الغفلة. طب هو ايه هي الغفلة؟ ان المخ البشري بيستهلك طاقة كبيرة جدا علشان يفضل مركز في كل حاجة، فبيوفر ده ويوفر المجهود ويوفر ويحول اي فعل بنعمله بتكرار لعادة تلقائية. فده اللي حصل لنا، ان احنا لما الصلاة عندنا اتحولت لعادة ان احنا بنعمل الحاجة بتاعتنا وانشطتنا من غير حضور. طب ايه المشكلة؟ الكارثة ده بتحصل لما بنسيب حياتنا كلها على الاوتو بايلوت او البرنامج الآلي ده. طب تعالوا نخلينا نفكك الموضوع ده واحدة واحدة. اولا نيجي لكلمة المراقبة. يعني ايه المراقبة؟ واول ما بنسمع الكلمة دي بيجي في بالنا الخوف او ان في كاميرات واقفة وبتسجل لنا وبتراقبنا علشان نتعاقب. بالعكس، المراقبة دي هنعرف النهاردة ان هي ابعد ما تكون عن مبدأ التخويف. المراقبة زي ما وصفها ابن القيم هي حياة القلب، هي استحضار معية الخالق في كل تفصيلة. ده هيديني شعور بالسكينة والطمأنينة ويشيل القلق والاضطراب. في وضع المراقبة هنا بنجمع شتات القلب وبنكون بكامل وعينا في اللحظة دي، لا خايفين من المستقبل ولا ندمانين على الماضي، بنكون حاضرين في اللحظة اللي موجودة دلوقتي. العلوم الدنيوية قسمت مستويات الوعي الإنساني اعتمادا على القرآن الكريم عشان نعرف احنا بنتعامل ازاي مع العادات. أول مستوى هو مستوى النفس الأمارة بالسوء، وهنا دي حالة الغياب الذهني الكامل، اللحظة اللي الأوتوبايلوت هو فيها اللي سايق بيدور على أسرع مكافأة. المخ هنا بيكون تحت سيطرة الدوبامين، عايز سكر أو راحة أو كسل أو أي طريقة يهرب بيها من التوتر، وده التفسير العلمي لدوامة الأكل العاطفي. هنا يظهر بقى المستوى التاني، النفس اللوامة. النفس اللوامة عندنا مرتبطة إن هو الإحساس المدمر بالذنب أو جلد الذات، لكن هي أصح أشبه بجهاز الإنذار الداخلي. لما بنفقد تركيزنا بيتشغل إنذار عشان يفوقني، مش عشان يزعقلي أو يهني، هو بس عايز يرجعني للحاضر، يخليني أوصل بيه للمستوى الثالث، النفس المطمئنة. ودي هي قمة الحضور، وإن يبقى عندي انسجام بين الرغبات والقيم وأفكاري، زي علو الهمة اللي ذكره ابن القيم وسيد الخاطر لابن الجوزي وسبقها القرآن الكريم. وكل ده سبحان الله ترجم لعلوم وأبحاث استخدموها في العلاج والعلم المعرفي السلوكي أو Cognitive Behavioral Therapy CBT. طيب إيه هي فكرة صيد الخاطر؟ هي إني أمسك أي فكرة أو خاطرة جت في اللحظة اللي اتولدت فيها في دماغي قبل ما تكبر وتتحول لشعور، بعديها الفعل، بعديها لعادة ضارة.
في علم الCBT بيعلموا المريض ازاي يراقب أفكاره ويقيمها عشان يكسر الدايرة دي. وفي العلم المعاصر من علوم النفس درسوا تأثير العلم واليقين، إن هم لقوهم إن هو بيشتغل كدرع واقي بيعزز القشرة الجبهية في المخ، ودي مسؤولة عن التحكم الذاتي واتخاذ إن نتخذ قرارات عقلانية، يعني بتقلل الاندفاع. فسبحان الله إن العلم الحديث أثبت صدق وإعجاز القرآن الكريم. طب لو النفس اللوامة دي صوتها عالي عن اللزوم ومش مجرد صوت إنذار لتعديل مسار، ده صوت جلد ذات، دي الكارثة وده السبب الحقيقي للاكتئاب. طب ازاي اوقف الصوت ده من غير ما يدمرني؟ تعالوا هنا بقى نشوف مهارات علم البرمجة اللغوية العصبية أو ال NLP. لازم نفهم الأول إحنا ازاي جوانا الواقع بيتمثل جوا دماغنا. في حاجة اسمها أنظمة التمثيل أو ال VAK، النظام البصري والسمعي والحسي. إحنا على طول بنكلم نفسنا وسامعين صوت كده جوانا شغال على طول. في حالة إن أنا ما عنديش حضور، الصوت الداخلي ده بيكون تلقائي وشغال على طول على التهديد، زي مثلا هو يفضل يقولي انت لازم تعملي دايت عشان شكلك بقى وحش. كلمة لازم دي بتترجم في الجهاز العصبي تهديد، والمخ يروح رايح فارز هرمونات توتر والجسم يخش في مقاومة. فلازم نتعلم تقنية تغيير الحوار الداخلي. يعني ايه؟ اقول لنفسي ان انا هختار اكل صحي عشان صحتي دي امانة وربنا هيسألني عنها. هختار ان انا اعيش بنظام حياة صحي علشان اعيش بصحة اكتر. هنا بدلنا كلمة وطريقة الالزام لطريقة الاختيار، وده هيحول استجابة جسمي من المقاومة والضغط لحالة من التمكين والهدوء. المخ هيبطل يشوف النظام الغذائي الصحي ده زي حرمان، وهيشوفه انه قرار واعي. وده اللي بيفسر لي ليه الناس بتبدأ بحماس شديد وبعدين بتنهار بسرعة، لأنه هو بيحارب نفسه من جوه.